في زاوية هادئة من العالم بين تلال خضراء وحقول واسعة، عاشت قرية بسيطة يحكمها إيقاع الفصول. كان أهلها مرتبطين بأرضهم والجيران كالعائلة. وسطهم عاش سالم، رجل هادئ القلب معروف بلطفه وابتسامته التي تريح القلوب. لم يكن يملك الكثير، لكنه كان غنياً بروحه وكرمه. كان يساعد الجميع دون انتظار مقابل، مؤمناً أن المجتمع كالجسد الواحد. أفعاله الصغيرة صنعت حوله محيطاً من المحبة. عاش بفلسفة أن الثروة الحقيقية في القلب الطيب. كان يرى في كل يوم فرصة جديدة، وفي كل غروب لحظة امتنان. ارتباطه بالعالم كان بالتأمل والعطاء لا بالممتلكات. سالم كان بستاناً من الخير، وقريباً سيواجه اختباراً يهز هدوءه وإيمانه. تجربة ستكشف جوهره الحقيقي. توفي والد سالم وترك أرضه ليتقاسمها أبناؤه. اجتمع الإخوة لتقسيم الميراث، لكن الجشع تسلل إلى قلوب الأكبر سناً. خططوا ليأخذوا الأفضل لأنفسهم، وأعطوا سالم أسوأ قطعة أرض، رقعة صخرية قاحلة على أطراف القرية. كانت الأرض بلا قيمة في نظر الجميع، وحكماً بالفقر. عندما أعلن التقسيم ساد الهمس والدهشة. سالم تسلم مسك الأرض الجرداء، بينما اختار إخوته الحقول الخصبة. وقفوا منتصرين وقد ضمنوا راحتهم وثروتهم. كان الظلم واضحاً، لكن سالم لم يغضب أو يشتكي. نظر إلى نصيبه وقبله بهدوء وصبر. لم يطالب بحقه، بل آمن أن في الابتلاء حكمة خفية. تقبل مصيره بقلب راض، مستعداً لمواجهة التحدي. هكذا بدأت رحلته مع الأرض القاحلة. بعد التقسيم أصبح سالم هدفاً لسخرية إخوته. كانوا يراقبونه وهو يحاول زراعة أرضه الصخرية، ضاحكين من جهوده. رأوا صبره ضعفاً وتوقعوا فشله القريب. كانوا يمرون بأرضه محملين بمحاصيلهم، يسخرون من حصاد الصخور. رغم ذلك بقي سالم ثابتاً، لم يرد على استهزائهم. قابل سخريتهم بصمت عميق، مركزاً على عمله. كان صمته قوة، وإيمانه مصدر عزيمته. كل صباح كان يعمل في أرضه قبل شروق الشمس. ترك ضحكاتهم تتلاشى وركز على مهمته. لم يسمح لكلماتهم أن تزرع الشك في قلبه. كان يبني مستقبله بالفعل لا بالكلام. صمته كان درعه، وعمله صلاته. هكذا بدأ يغير أرضه حجراً فوق حجر. عمل سالم في الأرض الصخرية كان معركة ضد الطبيعة. بدأ بإزالة الحجارة بيديه، بعضها صغير وبعضها صخور ضخمة. جمع الحجارة وبنى بها جداراً عند طرف الأرض. لم يكن يملك أدوات متطورة، فقط إرادته الصلبة. الشمس تضرب ظهره ويداه مجروحتان، لكنه لم يشكو. رأى في كل حجر يزال انتصاراً صغيراً. جمع أوراق الأشجار وروث الحيوانات وخلطها في التربة ليحييها. كان يعالج الأرض الميتة بصبر وإيمان. أهل القرية تراقبه بإعجاب وشفقة، لم يفهموا أمله. إخوته سخروا من أساليبه، لم يدركوا رؤيته. اعتادوا على مكافأة الأرض السهلة، أما سالم فاستثمر في الأمل. لم يكن يجهز الأرض لموسم واحد، بل كان يغير جوهرها. كان يبني أساساً من الأمل وسط الصخور. رحلة سالم كانت استثماراً طويل الأمد في الحياة. تغير الطقس فجأة وغطت الغيوم الداكنة الوادي. هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة، حولت طرقات القرية إلى جداول موحلة. النهر ارتفع وهدد الحقول الخصبة بالفيضان. سالم احتمى في سقيفة بناها من الحجارة. راقبوا العاصفة بدهشة بينما كانت الأمطار تضرب أرضه بقوة. قوة المياه أزالت طبقات التراب والغبار من أرضه. ما كان سيستغرق سنوات أنجزته العاصفة في ساعات. المياه حفرت أخاديد وقنوات وغسلت الصخور حتى لمعانها. الأرض انكشفت عن طبقاتها العميقة. بينما كان إخوته في ذعر من الفيضان، شهد سالم تحولاً مذهلاً. العاصفة التي دمرت الحقول الخصبة كشفت إمكانات أرضه الصخرية. كانت شريكاً غير متوقع في عمله الشاق. الطبيعة نفسها ساعدته في كشف كنز أرضه. بعد العاصفة بدا الوادي مدمراً، وحقول الإخوة تحولت إلى مستنقع. محاصيلهم دمرت،
وثروتهم جرفتها المياه. أما سالم فوجد أرضه مغسولة ونظيفة. أثناء تجوله لفت انتباهه بريق غريب في أحد الأخاديد. اكتشف عرقاً من معدن نادر وثمين أغلى من الذهب. أخذ قطعة إلى صائغ البلدة الذي أكد أنها كنز لا يقدر بثمن. انتشر الخبر بسرعة، وتحولت الأرض التي سخر منها الجميع إلى موقع كنز هائل. الأرض الصخرية التي وعدت بالفقر كانت صندوق كنز حقيقي. العاصفة كانت المفتاح الذي كشف الثروة. أصبح سالم أغنى رجل في المنطقة، لكن ثروته لم تكن في التربة بل في جوهر الأرض. الأرض التي يحتقرها إخوته منحت سالم هدية العمر. لم يكن الكنز مجرد معدن بل مكافأة لصبره وإيمانه. قصة سالم أصبحت حديث القرية. الأرض القاحلة كشفت عن نفسها كأعظم نعمة. وصل خبر ثروة سالم إلى إخوته وسط خراب أراضيهم. اختفت حقولهم ودفنت تحت الطين. أصبحوا فقراء بينما سالم يملك ثروة عظيمة. ابتلعوا كبرياءهم وذهبوا إليه يطلبون المساعدة. وجدوه لا يحتفل بل يخطط بهدوء لإدارة اكتشافه. اعترفوا بمصيبتهم وطلبوا منه العون. لم يعتذروا صراحة، لكن خجلهم كان واضحا. استنجدوا به كأخ رغم ما فعلوه به. وقفوا أمامه متواضعين مستعدين للرفض. سالم استمع لهم في صمت ونظر إلى وجوههم المنكسرة. رأى إخوته لا خصومه وتذكروا دمهم المشترك. كان أمامه خيار الانتقام أو الرحمة. سالم اختار المغفرة بدل الانتقام. قال لإخوته: أنتم إخوتي وثروتي هي ثروتكم. منحهم ما يكفي ليبدأوا من جديد دون عتاب أو شروط. فعله كان درساً في الرحمة والتعاطف. قصة سالم أصبحت أسطورة عن الصبر والإيمان. علمت الناس أن الصبر ليس ضعفاً بل قوة. ما بدا لعنة كان نعمة خفية. الأرض القاحلة حمت كنزه من الفيضان. الدروس الحقيقية كانت في قلب سالم لا في المعدن. الصعوبات صقلت فيه صبراً وقوة. ثروته الحقيقية كانت في نقاء قلبه. علينا أن نرى ما وراء تحدياتنا، فربما يقودنا الطريق الصعب إلى أجمل وجهة. في قلب المحن غالباً ما نجد أعظم كنوزنا.